قال لك عائلة بونطاع. لوه بوسفيفة وبوتكشيطة وبوفالج. العام اللي فات طلقوا لينا واحد النكتة حامضة. قال لك سيدي كلمة الشربيل جات من عائلة بن شربيل، اخترعت البلغة في السبعينات. بحال المغاربة قبل السبعينات كانوا كيمشيو حفيانين. المشكل اللي كاين هو أن بعض الناس تيقوا هادشي للأسف. المهم جبدنا ليهم اش كيقول التاريخ. نبداو بالقاموس التركي الفرنسي. تركي فرنسي يعني منهم وفيهم، تنشر في 1837. 1 مينيت بليز، نكبر هادشي فوالا سي بون. كيقول سيادي نوع ديال البلاغي كتلبس في المغرب، واضح وباين في نهار جميل في المغرب. وزدناهم القاموس الانجليزي ديال 1852. الشربيل هو نوع ديال الاحذيه المغربيه. واليوم جابوا لنا فيلم جديد واخترعوا عائلة خيالية أخرى باش ينسبوا لهم طرز نطع. شي واحد سميتو بونطا. وبما أن شي وحدين عاوتاني بداو كيتيقوا، كان ضروري نحطوا النقاط على الحروف. طرز نطع هو طرز مغربي حر قديم بزاف ومذكور في الكتوبة هذه قرون. مثلا في كتاب حكاية أبي القاسم البغدادي ديال أبو المطهر الأزدي تكتب في القرن 11 بالحرف غادي نقراو الأنطاع المذهبة المغربية. قال مغربية. داكشي اللي كاين. المهم سيادنا في القرن العشرين الميريكان طاحوا على هذا الكتاب وترجموه. قسم الفنون في جامعة ميشيغان ناض كيحلل التطور ديال هاد الحرفة مع مؤرخين كبار قادين بشغالهم بحال ريتشارد اتينغهاوزن. كان الغرض ديالهم يقيدوا منين جاو هاد التواب الغاليين وطرق النسيج اللي طاروا بهم المتاحف ديال برا. وعلى قبل هادشي تلقوا مجلة آرس إسلاميكا. في 1951 هنا كنقراو زرابي مغربية وبين قوسين نطع، ولتحت شوية مغربي جولد امبرويدرد كاربيتس. هادشي كيعني باللي كلمة نطع معروفة هادي شحال وشحال دوبي كو لو موند اي لو موند. المهم راك عارف. واحد الحاجة مهمة خاصنا نقولوها، في ميريكان وبالضبط في 1937 ثيودور ديلوي خرج كتاب سميتو Art Instructors Texts، فرض على التلاميذ يقراو هندسة الزواقة ديال المعلم المغربي اللي كان كيخدمها غير بعينه وميزانه. وشوفوا اش مكتوب هنا في العنوان: Moroccan Embroidery Peacock and Vase Motif، الطرز المغربي، رشمة الطاووس والفاز. je vais agrandir un peu le truc دابا مزيان. يعني هادشي كان كيتقرا في مدارس امريكيه هذه تقريبا 90 عام. تماما، هادي 90 عام. ومعلومة أخرى مهمة، هاد المقرر ما حبسش تما، بقى خدام حتى لسنوات الخمسينات. 20 عام، أيه 20 عام. ومدارس ميريكان كتقري تلامذها طرز الطاووس ديالنا. يلا سالات الحفله، اللي عنده شي تمارين يمشي يديرهم. واحد النقطة مهمة قبل ما نساليو، شي وحدين كيقولوا لينا ما خاصكمش تجاوبوهم. احنا راه ما كنجاوبوش الجاهلين، حيت الجهل ما عندوش الدواء. هادشي غير سبة وفرصة باش نجبدوا الارشيفات القديمة للناس اللي عزيز عليها تقرا وتعرف، خصوصا الناس اللي مهتمة بالقفطان المغربي. هادشي اللي كاين. يلا بيزو.